استنى عشان الفيديو ده هيهمك، ولو مش يهمك ابعته لصاحبك بس يكون حبيبك وهيدعي لك. الوحش ده عنده بطولة كمان شهر، وان شاء الله هفضل واقف جنبه لحد ما يقف على المسرح من غير شر. عايزك تتابع معانا الخطوات لان ده موسم بطولات، وعايزك بالمرة تعرف ازاي تعمل حجم عضلات. جاهز يا وحش؟ هي وفيري نايس اكسرسايز. هي ركز معايا. ميدو انرجي دلوقتي انا هشتغل معاه كارديو اول حاجه من 10 ل 15 دقيقه، ومش لازم استنزف الطاقه بتاعته، لازم احافظ عليها، لان زي ما في طاقه في حاجه اسمها نظام طاقه، لازم انظم طاقته الصح. هبتدي من 10 ل 15 دقيقه انشط بس الدوره الدمويه بتاعته، وبعد كده نبتدي نشتغل على المهم. جاهز معايا يا بطل؟ عايزك تركز. عايش يا وحش، يلا بينا. زي ما انتم شايفين اول تمرينه هنبتديها او تمرينه النهارده بمعنى صح بوش اب، وهنبتدي بالبار فلات لان هو بيستهدف اكبر حجم العضلات الصدر. اكبر كم عضلات بيستهدفوا البار فلات. نركز مع بعض. شايفين الاداء؟ بهدف النزله وبدفع جامد فوق. اهم حاجه اهدى في النزله. تكراراتنا 12 عده. يلا بينا. اب. كام كده بطل؟ 10. لاست 2 1 مور. اوكي، دي المجموعه الاولى. ركز معايا. المجموعه دي اخر مجموعه اللي هي المجموعه الرابعه، وهنوصل هنا لعمليه الفشل العضلي بالطريقه اللي هتشوفها دلوقتي بالظبط. اوكي كده كام عده؟ هي كمان واحده، كمان واحده. زق اب اب اب. جاب 5 عدات زي ما انت قاعد. هشيل وزن، هخف الوزن تدريجي، وهنجيب 5 عدات كمان. جاهز معايا يا بطل؟ يلا جو. 1 2 3 4 اب اب اب. شد 5. يلا بينا. كده احنا جبنا 10 عدات ونزلنا بالوزن تدريجيا للاسفل. يلا بينا. هي يلا بينا. اضرب بقى ال5 دي في 2. عايز 10 عدات. 1 2 لوحدك. 3 4 5 كمان. شد 6 7. لاست 2 لاست 2 لاست 2 لاست 2. لسه اب. كمان واحدة لوحدك لوحدك. لسه شد اب. اوكي. معلومة صغيرة، اللعبة دي مبنية ان حد يقودك. ما ينفعش او مش من الطبيعي ان انت تهين نفسك بنفسك، لازم حد يقودك عشان يوصلك لعملية الفشل العضلي دي. فالنقطة دي مهمة جدا. هي لعبتنا مبنية على كده، حد يقودك. وابسط مثال او اقرب مثال لينا بيج رامي مثلا، على قد كم العضلات اللي هو فيها دي، ومع ذلك في مدرب واقف معاه. النقطة دي مهمة جدا يا بطل. هي المجموعة الثانية من الزاوية الثانية لعضلة الصدر، واحنا كده بنستهدف أعلى منطقة في الصدر أو الحجم الأصغر لعضلة الصدر. ركز معايا. 12 عدة. كام كده بطل؟ لسه في 4 عدات. شد. فيها شد من كده. لسه لاست 2 لوحدك. مش عايز ألمسك. شد 1 مور كمان لوحدك بتاعتك. أب 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 أب. هي هي. أوكي. الله ينور يا بطل. هنا المجموعة الرابعة والأخيرة من الزاوية الثانية، وبدي احتمالات لو اللاعب بتاعي ما جابش ال 12 عدة بتوعه. مثلا 6 عدات. كام كده بطل؟ 1 مور. أب أب. أوكي. هنا هنقسم الوزن في 2. بدل ال 50 بقى 25، وهنضرب التكرار في 2، يعني بدل ال6 12. كام كده بطل؟ 6 7. بهدوء بهدوء. التركيز مهم جدا يا جماعة. اطلع بعضلة الصدر، ما تطلعش بكتفك، اطلع بعضلة الصدر. كام كده بطل؟ اوكي. دي كده او نوع تاني من انواع الانقباض العضلي. الوزن تقل معاك، جبت 6 عدات او اخرك كان ال6 عدات وانت المطلوب منك 12، اقسم الوزن على 2 واضرب التكرار في 2، هتوصل للهدف اللي انت عايزه بالظبط. الحركة الثالثة باتر فلاي. انا كده طعمت التمرينه بماشين،
مش هينفع طول التمرينه فري ويت عشان نتجنب الاصابه. فانا ممكن اخد تفتيح بالدمبل، لا اخده باتر فلاي، هعتبرها كثمره فاكهه في التمرين. اوكي؟ 4 مجموعات في 12، ما تنساش تفرد دراعك للاخر وانت رايح يا بطل. جو. هنا وصلنا للمجموعه الرابعه، والدروب ست مهم جدا خصوصا لو انت عندك بطوله، لان الصلابه العضليه دي مهمه جدا. 4 عدات، 4 عدات، جو. 1 4 عدات، 2 3 4 ستوب 3 4. دروب ست في الماشين بالنسبه لي مختلف شويه عن الفري ويت. يعني احنا ممكن نلعب بالتكرار براحتنا لان احنا في الامان والسيفتي. نزلنا اتنينات كنا 140 120 100 اربعات، هنوصل ل 80 هنضرب كله في 2 يعني 12 عده. 1 2 3 4 5 6 افرد دراعك قدام 7 8 9 لاست 2 ركز 1 مور. يلا بينا واحده ثبات مع الصلابه بقى، واثبت شويه اثبت شويه. عاش يا بطل، افرد كمان. وحش اجماد اثبت. اوكي. الزاويه الرابعه والاخيره هناخده انكلاين شيست بالكيبل. بطلع لحد فوق واركز على عضله الشيست العلويه وانزل من غير ما ارجع لورا عشان ما افصلهاش. افضل او هعمل حاجه اسمها توتر مستمر اثناء التمرين. تفضل طول التمرين موتر العضله هنا او الجزء ده على طول متوتر معاك ما بريحوش. فحاول وانت نازل ما تنزلش بدراعك ورا للاخر. كم عدى كده يا بطل؟ 7 8 لسه 9 لاست 2 1 مور. اوكي يلا بينا نخش على الديكلاين او اسفل الصدر بمعنى اصح. الزاويه دي مهمه جدا. ضم وارجع تاني، ضم وارجع تاني، كانك بتشد وضع البوز كده بالظبط، وضع التجميع بتاع البادي بيلدينج. برافو. ارجع لي ورا شويه وافرد ظهرك اكتر. يلا شد. 5 6 ضم كمان 7 8 9 لاست 2 1 مور. وبما ان التمرين ده او الزاويه دي هتنفعنا في الشد نثبت شويه عليها وكانك واقف على المسرح وبتشد بالظبط يا بطل. الثباتات دي مهمه جدا للصلابه. انا عارف هو بيتعذب تحت مني دلوقتي بس يستحملني شويه، استحملني شويه عشان لما يقف على المسرح يبقى وحش. شد جميل. دقنك فوق فوق. وفيري نايس اكسرسايز. عايش يا بطل. واخر مجموعه واخر زاويه تعتبر تخص عضله الشيست عشان نخش على الشولدر والترايسبس. كده احنا عملنا 4 حركات صدر عباره عن 200 عده، طبعا بصرف النظر على التكرارات الاجباريه لان ده شيء مهم جدا خصوصا واحنا داخلين على بطوله. يلا بينا. جامد يا وحش. كام عده كده بطل؟ 8 9 لاست 2 لاست 2 1 مور 1 مور 1 مور 1 مور 1 مور. يلا بينا تحت. شد ديكلاين ديكلاين. شد 1 2 3 4 5 6 7 8 لاست 2 9 لاست 2. اثبت. انا كده ايه شغال على، شايف الجزء ده بالظبط؟ بنحت الحته دي، نحت على الجزء اللي تحت ده. كده احنا دخلنا على العضله الثانيه اللي تخص برنامج البول اب بوش اب. هنشتغل على الجزء الامامي للكتف. كده احنا بدأنا بالفور بريس عالي لفوق. كده احنا كملنا تمريننا، خلصنا 4 صدر. هنخش على العضله الاولى اللي تخص عضله الشولدر في برنامج ايه؟ البوش اب، ودي تعتبر المجموعه الاولى. يلا بينا. كام كده بطل؟ 9. يلا لاست 2 لاست 2 لاست 2 1 مور 1 مور 1 مور 1 مور. هي اوكي. الزاويه الثانيه في عضله الكتف الامامي هناخده دمبلز اوفر هيد. دمبل اوفر هيد ده مهم جدا. ليه يا بطل؟ لان بيعمل عمليه عزل لعضله الكتف خصوصا لو نازل ماتش حلو جدا في التحديد. افرد دراعك واهدى في النزله، وبياخد الكتف الامامي والكتف الجانبي. يعني ضربت عصفورين بحجر واحد. اطلع اهدى شويه وانزل معايا واحده واحده.
تمرين من التمارين المهمه جدا اللي بتدي شكل جمالي لعضله الكتف. ركز يا وحش، شد واهدى في النزله. في اقوى من كده، في اقوى من كده واشد من كده. لاست 2، 1 مور 1 مور 1 مور 1 مور. ثبات، اهدى معايا واحده واحده، انزل معايا واحده واحده، كمان واحده كمان واحده، شد اهدى في النزله. اوكي، وكده في تمرينتنا ما فاضلش غير الترايسبس. وحط في اعتقادك طول ما انت شغال بوش اب سواء كان صدر او كتف، عضله التراي العضله المساعده بتاعتهم. انا بقول لك ليه كده؟ لان مش هيشبع عضله التراي غير زاويتين بس. كده انت انك خدت تمرينه كامله للترايسبس، لان هي اصلا شغاله معاك من البدايه خالص. لو تفتكر كام عدى كده بطل، ما تفصلش فوق، اشتغل على طول. نرجع للنقطه الثانيه ومهمه جدا، قبضه الايد. بلاقي ناس كتيره وهي بتلعب بتلاقي قبضه ايديها كده غلط. لازم قبضة ايدك على جوه عشان تاخد الشكل الجمالي بتاع الترايسبس، تاخد الكيرف بتاعها يا وحش. ايوه كده، يلا بينا اشتغل. ركز يا بطل، برافو. مع الفينش مد للاخر، انقباض عضلي كامل. شت شت شت، برافو عليك. اشتغل اشتغل اشتغل. طبعا اخر حاجه هخلص او هفنش بيها تمرينه البوش اب هو سكال كراش. سكال كراش بالنسبه لي، ما بتلعبش سكال كراش يبقى ما بتلعبش تراي. من الزوايا المهمه جدا اللي تدي لك حجم العضله الترايسبس. اسال مجرب. اسخن يا بطل، شد. عايش. كام عدى كده؟ 10. لسه في 5 عدات كمان. اي يلا بينا يلا بينا يلا بينا. لاست 2 لاست 2 لاست 2. وان مور وان مور وان مور. اوكي، كده احنا خدنا تمرينتنا البوش اب، عباره عن 400 عده، 4 حركات شيست، 2 شولدر، 2 ترايسبس، وفيري نايس اكسرسايز.